ده ورق. حاجة واحدة بس هتعملها كل يوم وصدقني هتفرق. السلام عليكم. في حاجة صغيرة احنا بنعملها كل يوم، وللأسف الحاجة دي هي اللي بتحسسنا ان احنا حياتنا بقت متدمرة. مش عشان المشاكل اختفت لا سمح الله، لا، هي كده كده موجودة ودي سنة الحياة، لكن ان انت بقيت تفهمها احسن من الاول. وعليه الفكرة الأساسية يا صديقي إن العادة دي هي إن أنت تسأل نفسك كل يوم في آخره: إيه أكتر حاجة استنزفت أو استهلكت طاقتي أو طاقتك النهاردة؟ أيوه. وعليها هقول لك على حاجة. التفسير النفسي في الموضوع ده هي إن معظم الناس فاكرة إن المشكلة في قلة الوقت. لا، المشكلة الحقيقية هي في استنزاف طاقتك، في نزيف الطاقة، الباور انرجي لوس اللي بيحصل لك وبيحصل لي. وده عشان خاطر حاجات صغيرة جدا: أشخاص، كلام، تفكير زيادة، حاجات بتسرق الطاقة بتاعتنا وإحنا مش واخدين بالنا. وعليها خليني أقول لك على حاجة، وادي مثال بسيط. الورق ده أنا بقعد أقرأه كل يوم عشان أحل لوغاريتمات خاصة بالشغل بتاعي. بس يا صديقي الحقيقة أو العادة العملية في الموضوع ده هو إن أنت كل يوم دون حاجة واحدة بس استنزفت طاقتك نفسيا. مش عشان انت تلوم نفسك، لا لا لا، عشان تبدأ تلاحظ النمط. ومثال واقعي عليك: مثلا مكالمة معينة بتعملها كل يوم بتضايقك، ايوه. او تصفح براوسر على التليفون من غير هدف، ايوه. او نقاش دايما بيخلص بنفس الاحباط كل يوم. اول ما تلاحظ ان انت تعمل الموضوع ده مدة اسبوع وتلاحظ التكرار، هتعرف فين المشكلة الحقيقية. الخلاصة يا صديقي إن الحياة الأذكى مش إن أنت تزود مجهودك وتنام عدد ساعات أقل وما تاكلش كويس وتفكر كتير وتحرق دمك وأعصابك، اتعب ظهرك، الكلام ده صدقني. هو إن أنت تحمي الطاقة بتاعتك، to save your energy أو to save your power، to be smart أو تبقى ذكي شوية. وأي شخص فهم ده قدر يعيش بهدوء وبحياة فيها وعي أكتر وأعلى وأذكى. الدعوة للتفكير هنا هو ان انت جرب تسأل نفسك السؤال ده كل ليلة وتشوف هتكتشف ايه عن نفسك، وتابع حياة اذكى عشان خاطر نعيش مش بس اكتر، لا، نعيش اذكى. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. ولو عجبك الفيديو استأذنك تعمل شير ولايك وسبسكرايب في القناة عشان انا مش هكبر غير بيك. السلام ختام.